خلاص اتأكدت مشاركة النادي الأهلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد ما النادي الأهلي حصل الموسم السابق على تالت الدوري. بقولها لك اهو يا عم علشان ما تحفلش، عشان ما تستظرفش، بس جاي لك في الطريق يا حبيبي. ده انا عامل لك الفيديو مخصوص علشان اخويا الزملكاوي. بس انا عايز اسأل سؤال، هي فين بطولة الكونفدرالية يا جدعان؟ لما يكون فيها الوداد والرجاء وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة والصفاقسي هي الفرق دي يعني جايه من دوري الابطال تعمل ايه؟ يعني الفرق دي عرفت ان احنا جايين كونفدراليه، جايين ورانا يعملوا ايه؟ فين اوتوهو وكوتوكو وسوبوكو وستيلن بوش والناس دي فين؟ الناس دي راحت فين؟ ده الزمالك الموسم اللي فات كان بيلعب الكونفدراليه، احنا كنا بنسمع اسماء فرق عمرنا ما سمعنا عن البط الكيني فين يا جدعان؟ البط الكيني والوز الاوغندي الحاجات دي راحت فين؟ اركن بقى كل الكلام ده على جنب، علشان انا جاي لك يا صديقي في معلومه رهيبه. هي مش معلومة، هي حاجة صغيرة كده، حاجة زي الزبدة كده. قال ايه يا صديقي؟ الزمن جه علينا وافشل فرقة في مصر وافشل فرقة في افريقيا بتحاول تحفل عليك. يعني هما جم يحفلوا عليك ردت في صدرهم. تخيل معايا يا صديقي ان يطلع مذيع على قناة الزمالك ويقول لك واقعنا هو احلامهم. احنا بنحلم بواقع الزمالك؟ سبحان الله سبحان الله. طب ما تيجي كده نشوف واقع الزمالك بيقول ايه. واقع الزمالك ان هو من 2002 او من 24 سنة لم يحقق دوري ابطال افريقيا. الزمالك من 24 سنة ما خدش دوري ابطال. انت متخيل معايا؟ الزمالك من 24 سنة لما بيشارك في دوري الابطال بيخرج من دور المجموعات ما عدا سنة واحدة، كان سنتين اتنين. في 2016 وصل للنهائي وخسر على ايد صن داونز الجنوب افريقي. في 2020 وصل للنهائي وكلنا عارفين ايه اللي حصل في الدقيقة 85 و45 ثانية بهدف القضية، ممكن هدف محمد مجدي قفشه. فين بقى الواقع بتاعك؟ فين؟ رامي ربيعة معاه 6 دوري ابطال افريقيا، الزمالك معاه 5. لاعب كورة، لاعب بتاريخ ناديك كله. فين الواقع بتاعك؟ نادي الزمالك اللي بقاله 4 سنين بيشارك في بطولة الكونفدرالية الافريقية اللي هو بيحفل علينا دلوقتي عشان هنشارك فيها. احلى حاجة يا صديقي ان كل زملكاوي موجود متأكد ان اللي حصل الموسم اللي فات هو موسم استثنائي، وان المركز الثالث ده اصلا النادي الاهلي خده علشان يرجعه لنادي الزمالك الموسم اللي جاي. لك ان تتخيل ان الزمالك السنين اللي فاتت هو مركز ثالث، ما بيعديش المركز الثالث. لك ان تتخيل ان الزمالك بقاله 4 سنين ما يعرفش يعني ايه دوري ابطال افريقيا. يا بابا ده انا واخد حاجة، يعني انا واخد بطولات وواخد مراكز انت ما تعرفش معناها ايه اصلا. انت عمرك ما شاركت في بطولة كاس عالم للأندية، عمرك في حياتك ما عرفت يعني ايه كاس عالم. عمرك في حياتك كلها كده كزملكاوي ما عرفتش يعني ايه كاس عالم. يا اللي بتقول واقعنا هو احلامهم، انت تعرف يعني ايه كاس عالم؟ تعرف يعني ايه انتر كونتيننتال؟ يا راجل ده بيراميدز لعبت انتر كونتيننتال وانت لا. بيراميدز كسبت دوري الابطال، يعني بيراميدز اتكونت كفرقة في الدوري المصري من حوالي 5-6 سنين، كسبت دوري ابطال. كسبت دوري الابطال. انت بقالك 24 سنة مش عارف تاخد بطولة دوري ابطال. عشان بقى ما تقوليش اصل بيراميدز معاها بطولة وانا معايا. انت من 24 سنة المفروض اللي انت القطب الثاني للكرة المصرية، والمفروض اللي انت بتقول كبير افريقيا وكبير القارة. ده من وجهة نظرك. المفروض اللي انت بتقول اللي انت نادي القرن الحقيقي. انت مش عارف تكسب البطولة الاولى في افريقيا اللي هي بطولة دوري الابطال، مش عارف تكسب. يا ابني النادي الاهلي لو غاب عن بطولة دوري الابطال سنة مفيش حد هيعرف يعمل اللي النادي الاهلي عمله بما فيهم انت اصلا. مفيش حد هيعرف يعمل اللي الاهلي عمله في بطولة دوري ابطال افريقيا والتاريخ اللي الاهلي عمله. مفيش فرقة في افريقيا هتعرف تعمله بما فيهم فرقتك. انت فرقتك انت بالذات، ده ممكن اي حد يعدينا الا انت. انت الوحيد اللي عمرك ما هتحقق حاجة في دوري ابطال افريقيا. يا اخي ده انت الكونفدرالية ما كنتش بتاخدها، كنت بتلاعب فرق قسما بالله
بتلاعب فرق ملهاش يعني. انت لما كنت بتلاعب اوتوهو انت كسبان 2-1 في مصر ومطرود منك الحارس، ومش عايز اقول لك بقى، مش عايز اقول لك انت قاعد على اعصابك وانت بتقابل فرقة اوتوهو. يا ابني انا وصلت نادي الزمالك ان جماهير نادي الزمالك بتحتفل بالرخصة الافريقية. جماهير نادي الزمالك بتحتفل برخصة المشاركة في افريقيا، بتحتفل برخصة المشاركة في افريقيا، مش بتحتفل بس علشان كسبت دوري ابطال افريقيا، لا هي بتحتفل علشان هتشارك في دوري ابطال افريقيا. بعيد بقى عن ان هي شاركت ازاي ومش شاركت ازاي. وتعالى مقارنة بسيطة جدا، انت واخد المركز الاول في الدوري المصري وبطل الدوري، انا واخد المركز الثالث في الدوري المصري. كمية رعاة جايين للنادي الاهلي بمبالغ ضخمة جدا 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 جدا. انت محدش عارف لك راعي لحد دلوقتي، لحد الان محدش عارف لك راعي. مين اللي هيرعاك في الدوري ده ولا في افريقيا اللي انت هتشارك فيها؟ انت هتشارك في بطولة افريقيا وانا هشارك في الكونفدرالية. النادي الاهلي النهاردة عامل حفلة كبيرة جدا 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 عشان الاستاد وعلشان اسم الاستاد وعلشان تيشيرت النادي الاهلي الجديد، وكلنا شفناه طبعا. عظمة العظمة العظمة العظمة، حاجات كتير قوي حصلت لتالت الدوري. انت ما عملتش غير حاجة واحدة، اللي انت جريت على الرخصة الافريقية واحتفلت بيها زي المجنون كأنك كسبت كاس عالم. بس دي اقصى انجازاتك في الحياة، اقصى انجازاتك. يعني بص انت كده وصلت لقمة الانجاز، انت مش هتعمل اكتر من كده. لا انا عايزك تعرف وانت عارف من جواك اللي انت هتروح دوري ابطال، هتبقى هلهولة هناك في دوري الابطال. نادي الزمالك هيكون هلهولة دوري الابطال السنة الجاية، وهنشوف وهنتفرج وكله هيبقى على الطبيعة، وكله هيبقى على الطبيعة. يا ابني انا هبدأ الموسم بمباراة ودية قدام برشلونة الاسباني بطل الدوري الاسباني. انت لحد الان محدش عارف انت هتعمل معسكرك فين، واخرك هتعمله في العاصمة الادارية. لحد دلوقتي مش قادر تقنع لاعيبتك ان هم ينزلوا التدريبات، لحد دلوقتي ما بدأتش معسكرك التدريبي، لحد دلوقتي ما عملتش اي حاجة اطلاقا، لحد دلوقتي ما فيش حد عارف لك مدير فني. انت كل اللي انت عملته انت بتحتفل برخصة المشاركة في افريقيا وبتحاول تحفل على النادي الاهلي. كل يوم الاقي واحد زملكاوي عامل لك فيديو يقول لك ايه اخبار البط الكيني. حلو يا حبيبي البط الكيني، ده انا لو هسأل حد عن البط الكيني هسألك انت. اي فرقة هقابلها في الكونفدرالية لو حبيت اسأل على طريقة لعبها او اسأل على اي حاجة هاجي اسألك انت. ده انت الوحيد اللي كنت بتلعب في بطولة الكونفدرالية. ده الكاف كان بيبعت لمصر يقول لهم مين اللي هيشارك في الكونفدرالية، الزمالك ومين معاه. انت لك ان تتخيل ان الكاف كان وصل لمرحلة ايه، ان هو قالوا يا ابو ريدة يا معلم الزمالك ومين. هيقول له ايه يعني الزمالك؟ هيقول له الكونفدرالية يا عم، الزمالك ومين؟ مين اللي هيلعب في الكونفدرالية؟ الزمالك ومعاه. يقول له طب وانت ايش عرفك؟ قال له يا عم وانت هو المرة دي بقى قال له ايه يا ابو ريدة؟ قال له الزمالك في دوري الابطال. ازاي يا عم انت راجل كذاب، وقام قافل السكة. تحفلوا على مين يا ابني؟ تحفلوا على اسياد القارة، اسياد قارة افريقيا. ده يا ابني ده احنا بننام القارة دي من المغرب. ده في فرق في دوري الابطال خايفه من وجود الاهلي وهو اصلا بيلعب في الكونفدراليه. انت متخيل؟ يا عيني. انا بقى مستني اتفرج على ماتش صن داونز والزمالك الساعه 3 العصر، مستنيه بفارغ الصبر، حرفيا مستنيه بفارغ الصبر. ومستني اشوف الزمالك هيعمل ايه في دوري الابطال. يا عم انا هشجعك، هتعمل ايه في دوري الابطال من غير صفقات؟ هتضيع سمعه الكره المصريه كالعاده. وحط كلمة كالعادة دي في دماغك كده وحط تحتها مليون خط. كالعادة انت مضيع سمعة الكرة المصرية. ده انت حتى لما رحنا لعبنا في الامارات انت عارف ايه اللي حصل؟ كلبوش كلبوش يا دنيا كلبوش. مضيع السمعة في كل مكان، في كل مكان. انت مش عارف تتعاقد مع مدربين علشان سمعتك، مش عارف تتعاقد مع لعيبة عشان سمعتك. النادي يا اخي ده انت بقى معمول لك درج دولاب مخصوص في الفيفا فيها مستندات وقضايا تخصك انت. وتيجي تحفل على اسياد القاره، تيجي تحفل على النادي الاهلي اللي مش عايز اقول كلمه كده ولا كده، النادي الاهلي اللي عامل معاك الغلط السنين اللي فاتت دي كلها. اه يا عروسه النادي الاهلي، ماشي سهله. انت هتشارك في افريقيا، الملخص بقى عشان نخلص،
انت هتشارك في افريقيا وانا هشارك في الكونفدراليه. هنشوف الموسم اللي جاي حضرتك هتعمل ايه في افريقيا، برغم ان كل الفرق اللي كانت قويه جدا في افريقيا جايه تلعب في الكونفدراليه. احنا هنتعامل يا عم معاهم في الكونفدراليه. هنشوف انت هتعمل ايه بقى مع بطوله دوري الابطال، اللي من وجهه نظري هتكون اسهل بطوله دوري ابطال، لان هي ما فيهاش فرق، لكن انت مش هتكسبها. معروفه يا باشا، اكسبها وتعالى اتكلم، اكسبها وابقى حفل، اكسبها وابقى اعمل. واقعهم احلامنا، احنا بنحلم بواقع الزمالك. يا خراوي يا جدعان، زمن والله العظيم. لو وصلت لحد هنا يا عم ما تنساش اللايك يا عم، ما تنساش اللايك والفولو، ودعي لنا دعوه حلوه يا عم. سلام.